السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس آخر من دروس تعلم سكراتش بالدارجة. كما شفنا في الدرس اللي فات، شفنا هضرنا على كيفاش نفكرو كجهاز كمبيوتر، وكيفاش أننا خصنا ن- نتعاملوا مع الكمبيوتر، أننا نتعاملوا معه بطريقة بسيطة وبخطوات بسيطة اللي يقدر يفهمها الكمبيوتر. وكاين قبل من هذا الشيء باش أننا نهضروا مع الكمبيوتر، باش أننا نتحدثوا مع الكمبيوتر، خاصنا نهضروا معاه بواحد اللغة اللي غادي يفهمها. وكما كتعرفوا الأجهزة الإلكترونية كاملة، ولا خاصكم تعرفوا بلا الأجهزة الإلكترونية كاملة، أي جهاز ما كيفهمش إلا لغة الأرقام الثنائية اللي هي صفر واحد، ولا هي طفي شعل. يعني تقريبا انت عارفها الضو طفي، هادي طفي شعل، طفي هاد البلاصة شعل البلاصة. هادشي هو اللي كيعرفوا الأجهزة الإلكترونية. تقريبا بحال الشكل ديال إلا بغيت تشعل الفولا، كتكون لانكاسا، كتكليكي عليها كطفي، كتكليكي عليها كتشعل. حتى هاد الأجهزة الإلكترونية تقريبا تيخدمو بواحد الطريقة بحال هكا. هنايا يعني وهادشي صعيب علينا إلا بغينا نتعاملو مع الأجهزة الإلكترونية ولا الحاسوب، بغينا نتعاملو معاه بهاد الطريقة ديال طفي وشعل. هادي صعيب علينا حنا البشر العاديين باش أننا نتعاملو معاه بهاد الطريقة. يعني غادي تكون تجينا صعيبة بزاف. يعني برنامج بسيط غادي تحسنا شحال من طفي هادي شحال هادي، طفي هادي شحال هادي. يعني بزاف ديال الحوايج باش نصايبو برنامج، وهاد الطريقة يعني تقريبا شبه مستحيلة، يعني صعيبة بزاف. يعني داكشي باش وهاد البرمجة تطورات، يعني كتبدا في الأول بهاد الطريقة، من بعد بدات كتطور، كدوز من لغة البرمجة اللي أبسط، من هاد الثنائية لواحد اللغة ديال البرمجة، من هاديك اللغة ديال البرمجة لواحد اللغة ديال البرمجة اللي أحسن منها. وغادي غادي هاد اللغات ديال البرمجة غادي كيتبسطوا. يعني بحال هكا، يعني بحال دابا، يعني دابا ولينا كنستعملو على عوض ما أننا نهضروا مع أجهزة إلكترونية بزيرو واحد ولا طفي مشعل، ولينا كنهضروا معاهم بواحد اللغة، ديك اللغة اللي كيتم التفسير ديالها، كيتم التفسير ديالها لهاد لغة الآلة، كيقوم بالتفسير ديالها لواحد وصفر. وهنايا يعني تقريبا هادشي تقريبا يعني بحال هكا، يعني هاد اللغات تقريبا بحال في الحياة ديالنا مثلا. بحال حنايا مثلا كنهضروا بالدارجة، إلا بنهضر مع شي واحد كنهضروا معاه بالدارجة بشي لغة اللي غادي يفهمها. كان شي واحد مثلا أمازيغي ما كيفهمش الدارجة، غادي يجيه صعيب يفهمنا. خصنا نهضروا معاه بالأمازيغية، أولا نهضروا مع شي واحد آخر كنهضروا معاه بالدارجة، وهذاك الآخر اللي بيهضر اللي شي واحد آخر كيعرف الدارجة وكيعرف الأمازيغية، غادي نهضروا معاه بالدارجة. يشد الدارجة غادي يترجمها للغة الأمازيغية، ويهضر مع داك الأمازيغي يشرح ليه. وبحال هكا يعني تقريبا لغة البرمجة بحال هادي، كنكون واحد لغة البرمجة، وديك لغة البرمجة كيكون التفسير ديالها للغة الآلة. وكاين عندنا بزاف ديال لغات البرمجة، كاين العديد ديال لغات البرمجة، كاين الجافا سكريبت، كاين الجافا، كاين بي اش بي، وكل لغة ديال البرمجة وكيفاش هي والطريقة ديالها. وها كما كتشوفوا هنايا هادو راه تقريبا من اشهر لغات البرمجة هما بايثون، جو، جافا، بي اش بي، روبي، راست، كوتلين، وبزاف. راه كاين تقريبا آلاف لغات البرمجة، يعني واحد العدد كبير، أكثر من 500 كنظن أكثر من 1000. لا لا، تكون أكثر من 1000 تقريبا لغات البرمجة. ولكن في هاد الدروس ديالنا غادي نستعملو برنامج سكراتش، غادي نستعملو سكراتش. يعني سكراتش تيخدم البرمجة وكيعتمد على الصورة، يعني تتكون يعني واحد الطريقة بسيطة ومناسبة للأطفال، مناسبة للأطفال باش يتعلموا البرمجة. كما كتشوفوا هو راه يعني التطوير ديال هذا ديال برنامج سكراش راه قام بالتطوير ديال هاد الشركة ديال ام اي تي. وتقريبا راه المستخدمين ديالو راه بزاف، كاين عنده تقريبا اكثر من 11 مليون مستخدم اللي كيستعملوا سكراتش. وهي كما قلنا سكراتش راه واحد اللغة اللي مزيانة للأطفال، كيخدم بواحد الطريقة اللي ممتعة وفيها الإبداع. ونيت الأطفال كتخلي الأطفال أنهم ما يحسوش بالملل،
ما يجيهمش الملل، يعني كتكون واحد الطريقة رائعة باش أننا كنشئو المشروع ديالنا أو البرامج ديالنا باستخدام سكرات. هذا هو الدرس ديال اليوم، شكرًا على المتابعة، ونتلاقاو في الدرس الجديد إن شاء الله.